أفادت الوكالة الموريتانية للأنباء بأن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني غادر مساء اليوم الأربعاء العاصمة نواكشوط متوجها إلى العاصمة المغربية الرباط. وأوضحت الوكالة أن هذه الزيارة تندرج ضمن إطار زيارة خاصة دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول طبيعتها أو جدول أعمالها، مما يفتح المجال أمام التكهنات حول أهدافها ودلالتها. تعد مثل هذه الزيارات الخاصة فرصة لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة في ظل التاريخ الطويل من التعاون والتنسيق بين موريتانيا والمغرب. وفيما لم يعلن عن أي لقاءات أو اتفاقيات محددة حتى الآن، فإن المراقبين يرون أن الزيارة قد تكون ذات أبعاد دبلوماسية أو شخصية تحمل رسائل غير مباشرة تعكس عمق العلاقات بين العاصمتين المغاربيتين. الحدث الإفريقي معكم من قلب الحدث.